طبعا كلنا امبارح شفنا مباراة الاهلي وبيراميدز واللي انتهت بفوز النادي الاهلي على بيراميدز بهدف مقابل لا شيء، والفوز ده اللي قرب النادي الاهلي من الحفاظ على لقب الدوري العام. تعالى كده وركز معايا عشان اقول لك النادي الاهلي كان بيهاجم ازاي في الشوط الاول. النادي الاهلي كان بيعتمد على تكثيف الهجوم على الناحية اليمين واللي كان فيها خالد عبد الفتاح وحسين الشحات اغلب فترات الشوط الاول، وده عن طريق ارسال الكرات الطوليه سواء لخالد عبد الفتاح او لحسين الشحات، واغلبهم لحسين الشحات. طيب تعالى اوريك الدليل على كلامي بالحالات. بص معايا هنا الحاله الاولى في الثانيه 38 هتلاقي كره طوليه رايحه على طول ناحيه حسين الشحات، وحسين على طول بيستلم الكره وبيحاول يلمها، ولكن دفاع بيراميدز بيشتت الكره على طول. اما الحاله اللي بعدها ودي في الدقيقه الاولى و29 ثانيه هتلاقي برده كوره ملعوبه طوليه من محمد عبد المنعم ناحيه حسين الشحات، وحسين الشحات بياخد الكره وبيعمل حته كريستيانو كده، ولكن صعبت عليك منها حلوه، حب يلمها تاني شتتها دفاع بيراميدز برضه. اما الحاله اللي بعد كده هتلاقي ان النادي الاهلي بيجمع لعب في نص الملعب، وعلى طول امام عاشور بينقل الكره لخالد عبد الفتاح، ولولا استلامه خالد عبد الفتاح اللي طلعت الكره عاليه كان ممكن يبقى فيها كلام تاني، ولكن برضه قدر ان هو يسيطر على الكره ويعمل كره عرضيه لامام عاشور، ولكن طلعت ضربه ركنيه للنادي الاهلي. نروح بقى لاهم حاله فيهم واللي بينت فعلا ان النادي الاهلي شغال على الحته دي. كره على طول بتتلعب من دفاع النادي الاهلي عند حسين الشحات، وعلى طول يروح لها حسين الشحات ويستلم ويشمس احمد توفيق مره والتانيه ويعمل كره بالعرض، ولكن ما حصلش ربط او لينك اب ما بينه وما بين وسام ابو علي اللي اتجه على طول ناحيه المرمى، وكان المفروض يستنى لتحت عشان يلعب له الكره لتحت على طول حسين الشحات، ولكن برضه قدر يطلعها دفاع بيراميدز. وفي وسط محاولات النادي الاهلي دي على طول كان في تبادل هجوم ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز، والنادي الاهلي كان بيحاول يضغط من مناطق متقدمه، بيراميدز يرد عليه بتسديدات من خارج منطقه الجزاء عن طريق الشيبي، ولكن الشيبي في واحده كده منه ناحيه اليمين حب يعمل الكره كعب بيقطعها على طول رضا سليم، وبيسلم الكره لامام عاشور اللي بيعمل شبه سبرنت كده بالكره، وبيلعب الكره على طول بوش رجله لوسام ابو علي اللي من نص فرصه يقدر يسجل هدف ولا احلى ولا اروع للنادي الاهلي. وسام ابو علي فعلا هداف من طراز فريد، ومش انا اللي بقول ده ارقامه هي اللي بتقول ده. راجل لعب 14 مباراه قدر ان هو يسجل 11 هدف وعمل 4 اسيست. راجل برضه لسه جاي النادي الاهلي ما بقالوش كتير، كمان بينافس على هداف الدوري، ولو خد هداف الدوري هيكون هداف الدوري في ظل فتره قليله جدا بل فتره قياسيه. راجل بيقدر يحرز الاهداف من انصاف الفرص زي هدفه في مرمى بيراميدز، ولو ركزت كده في المباراه مش هتلاقي اصلا ان النادي الاهلي جاله فرص كتير، فبالتالي انت من الفرصه الوحيده اللي جات لك على المرمى قدرت ان انت تحرز هدف. وتاكيدا برضه على كلامي الصوره دي بتقول لك نسبه امكانيه احراز الفرصتين اللي قدامنا دلوقتي، فرصه زلاكا اللي كانت والمرمى خالي يعتبر تماما قدامه 67% نسبه احرازها، ونسبه احراز فرصه هدف النادي الاهلي اللي وسام ابو علي احرزها هي 14% بس. يعني لو جبنا 100 واحد يلعب اللعبه دي و100 واحد يلعب اللعبه دي، 64 واحد هيسجلوا اللعبه بتاعت زلاكا و14 واحد بس هيسجلوا اللعبه بتاعت وسام ابو علي، وده ان دل على شيء يدل على ان وسام ابو علي مهاجم من طراز فريد. اخر حاجه هتكلم عنها النهارده وهي والله ان انا مش بستقصد حد ولا ان انا كل مره اتكلم على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي، ولكن انا اللي بشوفه بقوله. يا جماعه انا اهلاوي وبطلع لابس تيشرت النادي الاهلي، ولكن انا لما بحلل لازم افصل مخي عن قلبي وعن تشجيعي. انا شفت لقطه اتكررت في المباراه اللي فاتت بتاعه بيراميدز وقدر نادي بيراميدز ان هو يسجل منها هدف، وكان ممكن تتكرر تاني في المباراه دي ونادي بيراميدز برضو كان هيسجل منها هدف، وغلط المره دي بيقع على 2 وهم خط دفاع النادي الاهلي زائد محمد الشناوي. لو بصينا وشفنا اللعبه دي هتلاقي ان هي كورنر معتاد جدا من نادي بيراميدز، الكرة بتتلعب قصيره للشيبي والشيبي بيرفع، بيكون واحد واقف قدام الشناوي عشان يعمل له سكرين او ما يقدرش الشناوي يطلع، وكمان كان معاه مدافع من مدافعي النادي الاهلي، ولكن لحظه لعب الشيبي للكره الشناوي طبعا كان عايز يطلع على الكره، ولكن قدامه السكرين او قدامه اللاعب اللي بيمنعه من نادي بيراميدز وكمان ممسوك من لعيبه النادي الاهلي، فهتلاقي الشناوي كان بيحاول ان هو يزق مدافعين النادي الاهلي مع لاعب بيراميدز ويطلع كره، ولكن ما كانش بيقدر ان هو يطلع عليها وبيقع في مكانه، والكره بتنزل عند فيستون مايلي. لو كان قدر ان هو يسيطر عليها او حتى انه يلعبها بدماغه كانت هتبقى هدف. فلازم محمد الشناوي يركز في حته خروجه من المرمى في الضربات الركنيه او في الكرات العرضيه بالذات، لانها آفة كبيره جدا في محمد الشناوي الفترات الاخيره. كده نكون خلصنا تحليل مباراتنا النهارده، ان شاء الله بالتوفيق للنادي الاهلي في المباريات الجايه، وان شاء الله النادي الاهلي يكسب كل المؤجلات اللي جايه بالنسبه له ويكون بطل الدوري السنه دي. سلام.